بسبب المشكلة اللي حصلت مع محمد الشناوي ومع طبيب فريق الهلال السوداني. طبعا لما وقع لعيب الهلال السوداني على الخط كان طلب محمد عبد المنعم من طبيب الفريق انه يخرج اللاعب ويتم علاجه بره، علشان كان طبعا فريق الهلال السوداني بيضيع وقت، وده كان شيء واضح جدا. فحصلت مشادة ما بين محمد عبد المنعم وبين طبيب الفريق. فطبيب الفريق معاه طبعا رش البنج اللي هو المخدر الموضعي اللي بيكون موجود للعيبة، فرشه على محمد عبد المنعم، وده اثار حفيظه الشناوي. صحيح اثار حفيظته بشكل مبالغ فيه جدا. انت كابتن فرقه ومطلوب منك انك تحمي اللعيبه وتدافع عنها، والكلام ده كله كلام محترم وكلام مهم. لكن اعتقد ان اللي اثار حفيظه الشناوي بالشكل اللي شفناه وتابعناه ده هو تسببه في الهدف اللي خسر بيه الاهلي نتيجه اللقاء. عشان كده كان متعصب ومتنرفز، والحمد لله ان العقلاء كتير جدا كانوا موجودين في الملعب بعد نهايه المباراه ومنعوا محمد الشناوي من الاحتكاك مع طبيب الفريق، لانه لو كان راح واشتبك معاه كان هيصل لعقوبه كبيره جدا جدا، هتبقى الحد الادنى بتاعها 6 شهور، وكانت ممكن تصل لدرجه الشر. لكن اعتقد ان المواقف دي مش المفترض انها تاثر بشكل او باخر على اداء الاهلي. المفروض الخبرات الكبيره اللي موجوده عند اللعيبه اللي جوه الملعب تخليهم يكونوا اهدى من كده شويه، وده درس اكيد الشناوي هيستفيد منه كتير.